تنمويا دائما وفي النشاط الفلاحي، وعلى مساحة تقدر ب50 هكتارا من إحدى المستثمرات الفلاحية بدائرة إنغر ولاية إن صالح، ووسط توقعات كبيرة لإنتاج وفير في مادة الحبوب، انطلقت عملية الحصاد والدرس لهذه السنة، حيث سخرت للعملية كل الإمكانات المادية والبشرية بدعم ومرافقة الفلاحين بالمنطقة. التفاصيل مع أحمد بن سعود. عين صالح أرض فلاحية بامتياز. بعد توفر عوامل الدعم والمرافقة للمستثمرين في المجال الفلاحي لهذا العام، بدأت النتائج تتحقق على أرض الواقع. هنا بأحد المستثمرات الفلاحية بتغبرة بدائرة إنغر، يبدو الفلاح متفائلا من مردود هذا العام. ايوا ان شاء الله يودي رانا نتمناو ان شاء الله تجيب 80 قنطار في الهكتار ان شاء الله ولا اكثر، وانطلقت العمليه وإن شاء الله نتوقع مردود يكون متوسط. وسط توقعات كبيرة لإنتاج وفير في مادة الحبوب، أعطيت إشارة الانطلاق لموسم الحصاد والدرس لهذه السنة. العملية أشرفت عليها السلطات الولائية بمعية المصالح الفلاحية. تعتبر بداية بحيث أن عدد المستثمرين وحتى المساحات تتزايد إن شاء الله سنة بعد سنة، وأملنا في أن تتطور هذه الشعبة، وهذا من خلال ما لمسناه لدى الفلاحين من ناحية المنطقة الذين أبدوا إمكانياتهم وقدراتهم ورغباتهم في العمل والاستثمار في شعبة الحبوب. عندنا هذا العام لحقنا حتى ال10 مستثمرين اللي راهم معنا في هذا الموسم. نأملوا ان شاء الله الموسم هي مجرد انطلاقه هذه ان شاء الله للموسم، تحضير الموسم القادم ان شاء الله، وان ان شاء الله يكونوا عندنا مجموعه اللي تكون لاباس بها دائما بفضل المرافقه والتحضيرات اللي راهي شفناها هذا العام. نزيدوا نشجعوا ان شاء الله بفضل ربط برنامج رئيس الجمهوريه اللي سعينا فيه ان نربطوا عده مستثمرات اللي اليوم راهي مربوطه بالكهرباء. ان شاء الله العام الجاي يكونوا عندنا مجموعه لاباس بها من المستثمرين. اذا هي مؤشرات ايجابيه تبرز مدى انخراط الفلاحين والمستثمرين الفلاحيين في استراتيجيه الدوله وتوجهها لتحقيق الامن الغذائي.